إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فبردوام دبين لا مجلسي دوام لا رنكرنوي كتابي لباب التحرير في أصول التفسير كأصل كتابكي دكتور مساعد بن سليمان طيار داينايا ومختصركي دكتور عبد الرحمن بن عادل المشد المصري. جيش بنا بفصل دوام المبحث الأول. المبحث الأول: القرآن. تفسير القرآن بالقرآن هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى، ووجه اعتباره مصدرا أمران: الأول شرعي لاستخدام النبي صلى الله عليه وسلم له، ومنه ما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان قال بشرك. نعم. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حسبك. تفسير القرآن بالقرآن مبحثي كم لمصادر تفسيري كمفسر دقرته سري يعني سر أو بابتك دقرته أوي قرآن لكاتي تفسيري. معنى تفسير القرآن بالقرآن وكبينا سلبين دو كانت بيان معنى آية بدلالة آية أخرى، يعني تفسير كردي معنى آية تشيا بآية تشديكا. ونمنك معنى يليك عنه آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. كو آيات دابزي شق ذلك على الصحابة بيان ناخوجبو أوانيك إيمانيان هنا وأوانيك لقر إيمانك ظلميان نكرديا، وظلم مش كلمة عامة مش تجي لقرتوها لروي لغة عربية. صحابة جوها تيجيشتن كشان تواوى لروي لغة عرب للصريان زحمة آيات يعني أولئك لهم تنهى أوانا لهم الأمن أوانا تنهى لأمان للرجل قيامته ما باقي أو كظلم كردي لأمانية. فقلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ شيء لما الظلم لخوينا كردي، شيء لما مثلا مع السيد خواي قورينا كردي سبحانه وتعالى. فبيغمس صلى الله عليه وسلم هستا أو آياتي معناه تيجيشتني واني راست كردوا، معناه آياتك يرون كردوا لوان بآياتك أو آياتك لسورة أنعام داب الزيبو تفسيري كربو آياتك لسورة لقمان هاتية. فبيغمس صلى الله عليه وسلم فرمي لم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أي بشرك. الظلم هنا بمعنى الشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأو تفسير قرآني بقرآن باشا بلغمان تسيك قرآن وكو مصدرك بكار ديتن له تفسيري بلغة كان من دونها برغية كمان برغة الشرعية كبيغمس صلى الله عليه وسلم استعمالي كرديا بلغة دومان بلغة عقلية والثاني عقلي فإن المتكلم أدرى بكلامه. حسبك. بلغة دومان بلغة عقلية كاوكسي المتكلم أدرى بكلامه أمن كقصاكم كرديا روجك لرجان بوستاكم كرديا لفيسبوك لون منه
خلق زور قصيان كرديا قوتي ما بستي أو بوا قوتي ما بستي أو بوا چه زاناترین کەسە بە مەبەستی خۆی بە مەستی ئەو پۆستەی ئەو کەسەی کە قسەکەی کردیە کە پۆستەکەی کردیە کە قسەکەی نووسیە وخوای پەروەردگاری سبحانه وتعالى هو أعلم الناس بكلامه ومن أصدق من الله حديثا والله فهو بلغي دومانه كبلغة عقلية وشتشي عام ولس قرآنش تطبيق دبيتا والله وأنواعه كثيرة منها بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى نمونه كشي أوي كتازة ورمانقت نمونش كش وردقرين وتخصيص العام وتقييد المطلق يعني أقر بيتو تفسير قرآني بقرآني باز بكين تفسير القرآن بالقرآن يكم قلت مانتيا بيان معنى لفظة في آية معنى آية المشكلة أن ينشرتني إلى أو لفظي مؤلف براين بدلالة آية أخرى ومن تخصيص العام دوام تخصيص عام أزبر لا بركة كيكسن من كام خينه بتأخير نبي تقييد المفصل ومثال مراد لفظة في آية بآية أخرى ما روى الطبري عن ابن زيد في قوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون قال أزواجهم في الأعمال بله ابن زيد من هي عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم هذا كان من كبار المفسرين وأبوه كان مفسرا زيد كري أسلم يكلا تابعي كان خلشي مدينة ما مستوى إمام مالك بوا وعبد الرحمن كريشي مفسرة جورية أجرتش لحديث ضعيف في دوباره دكينه شرط نية أجر عالمك ما نهبيتن لكتب كان جرح تعديلي تضعيف كرابيتن لحديثي معناه كابرها لهم علمتي تضعيف كرابي لهم علمتي ضعيف بيتن فعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم من يعتبر قوله في التفسير أليكو أنا تفسير آيات الشكردية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يعني أو كساني مشركا أو أنا حشر بكن لقل أزواجهم لقل هاوشي وكان هاوشي وكان طبعا أسألك أنا هاوشي وكان معناه شيء أو ما كده ما يعني حرفين يا أزواجهم يعني خيزانة كانيا احشروا الذين ظلموا خيزانة كان رنج كافر بلا خيزاني مسلمان بيت وجه فرعوني فلا يؤخذ ولا تزر وازرة وزر أخرى كيف فسر زيد بن أسلم هذه الآية قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني في الأعمال ليس المعنى الأزواج الحقيقيون يعني أشباههم أو أنا كأزواج يعني نفسي كردوان كرديا بلغيت سيا لسلو تفسيري بلغي آياتي كالسورة واقعياتي كابيخينو وكنتم أزواجا ثلاثة يعني كنتم أصنافا ثلاثة نعم وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون هكذا يحشرون أصحاب الميمنة وأصحاب مشأمة والسابقون أو نموني أو يك مراد بيان معنى آية أو مراد لفظة في آية بدلالة آية أخرى نموني دوم مان هي كتخصيص العام تخصيص العام يعني ما دوش مان هي يعني دو آيات مان هي الخاص والعام أوش بامان شيء دو مان هي المطلق والمقيد بخينوا نعم ومثال تخصيص العام تخصيص نساء أهل الكتاب في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بقوله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عند من خصصها عند من خصص طبعا هذه المسألة فيها خلاف أو نمونة كيستا هنا يتبانو خلافي لسألة بلا أما أو قولي هردب جيرين كاستفادة لذكين لا زانستي أصولي تفسيري دو آيات ماني يتشان عامة يتشان خاصة آيات عامة كتسيا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح أو آفرتاني كمشرك كهاوبشان لو خاي برغار سبحانه وتعالى بريار دا لا عبادتي نكاحيان ياخذ داخوازيان زائز نية أو آيات شعام مشرك هم كسجدة قرتوه
هابش لخواي قورا دانا بيتن. هل النصارى مشركون؟ نعم، لأنهم يعبدون مع الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، وروح القدس أيضا. فأما أجر بيتو تماشي يعني أو يمكن أجر بيتو يهود يجدر بينين برين يهود مشركين موحد عموما يعني أوش أجر طائفة كانت كانوا يقولون أن عزيرا ابن الله. والله عموما قبلين أوان موحد النصارى مشركون بلا خلاف. لكن آياتك كمان هي باسي عموم المشركين دكا بلام آياتش كمان هي أهل كتاب لو عامي دردينيتا كآياتي وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عفوا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني المحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أيضا حل لكم. هذا هو معنى الآية يعني. فما دو آيات معنى هي كان عامة كان خاصة. آيات خاصة كتخصيص معنى عامة كي لا تنكحوا المشركات. أو عامة آيات كيتك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأهل الكتاب لعموم أو مشركاتي درهات ما باقي هرتي مشركة هي بوزية هندوسية همو آيات شمولي عندك. أولا أهل الكتاب بو آيات خاصة درهات نوع. أو نموني تفسير القرآن بقرآن يبلام لشوازي تخصيص العام. تقييد المطلق، ومثال تقييد المطلق تقييد الاستغفار بالمؤمنين في قوله عز وجل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، بقوله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ليه عنده آيات معنى يتشا مطلقة كامية يستغفرون تماشي أو موضع الشاهدية يستغفرون لمن في الأرض حرتي لسر زاوية ملائكة استغفاري لو لك آياتك مطلقة أجر مطلقي ودي بقرين تفسيرك غلط تدقين ملائكة استغفار لو طواغيت أرضناك لو كافر كانك لو مشرك كانك بدليل أو آيات مان هي كمقيدة أو مطلقي تقييد كردية أسلوب قرآني وهالي أجر آياتك لشويني بمطلق لشوينش بمطلقي هادي لآياتش ك تقييد كراء أو معناه كمتبادرة لو ذهني ما أو معناه كأجر بيتو إشكاليات اشتدابي كاليركو أنا يستغفرون لمن في الأرض يستغفرون عفو للذين آمنوا. لا تسيب بته سعر شيء زوان كلام تيجيش لما وصلت أو أنا عرشنا لا تعام خاص لبروي أو آياتك هي كم تسدرية لفظ آياتك والملائكة يسبحون بحمد ربهم آيات يعني هم ملائكة كان تسبيح خواي قوري كان ويستغفرون لمن في الأرض باش لولا باسي حملي عرش كردية الذين يحملون طبعا أنا قسمة خاص لملائكتي معنى يوني ما بونو عيتي بجين بين عموم ملائكتي لو عموم أهل أرضي استغفار ذكان حملي عرش تنهالو إيمان داران أو معنى ذكان لو لبروي حتى أو ملائكة عامي كلا قسمية كان باسكريا لمن في الأرض حملي عرش دقرتوه فأقصى كي زناب دراسته أو عامة أو يديك تخصيص كرياكا بشكل لملائكة. فأوا هرسك نوعي تفسير القرآن بالقرآن ذكري أو نمونا ذكري مثلا شوازي زياتر بينه بلام غالبا أو يك باستقراء تماشا ما كرتي لو سيد الناتستن وزورني هذا زوري يعني أو يك تفسير كان هاتي بتايبتي الأضواء البياني لنوعية كما نوع دوام ونوع سيم لا آيات أحكام زورة نوع دوام ونوع سيم لآيات أحكام زورة وزور قلنجشة أو كسيكا تفسير دخينتو آقاداري بيته. ولحجية تفسير القرآن بالقرآن 3 اعتبارات حسب عمل المفسر. الأول ما لا يتصور فيه وقوع الخلاف. الثاني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث تفسير المفسرين. والله درين أما هم زار درين قلت بان تفسير قرآني باشترين تفسير كردي قرآني تونا
وقرآني بلان مو حالة شو هالية حالة من هي اللغة بيش تفسير القرآن بقرآني بكري تفسير القرآن باللغة يقدم على تفسير القرآن بالقرآن يعني تفسير القرآن بالحديث أنا أجر هبي لا أجر نبي أجر هبي أو تقدر سكت خينا ده والله ما يشتد زاني بقى تفسير القرآن بالقرآن ما نهبي وتفسير القرآن بالحديث ما نهبي كامل بيش دخين بجري موقفي أو توا والله عادة مثلا واتصور لك إنما قرآن بقرآن كمقدمة بلام درين لا تفسير القرآن بقرآن باعتبارش كأجر تمام شايفين ببي اعتباري أو كسي كتفسير ذكاء سي حالتي هي حالة شيء كم شبه إجماع كرفض ناكرتوا حالة دوم كبيغمبر صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن بقرآن كرديا حالة السيم تفسير مفسرين تفسير المفسرين أو كسي كاجتهادي كرديا فالحالة يكم دوم مسألة كبرايتوا تفسير القرآن بقرآن ببيش دخريتا والله حالة السيم اجتهادا دكريتا زاريوا تفسير لغوي بيش تفسير قرآني بكريت لازم واضحة الصورة كلك تانيا بانو مني وقرين واضح تردبيتا فالأول حجة لشبهه بالإجماع حسنت. ومثاله تفسير الطارق في قوله عز وجل والسماء والطارق بالنجم الثاقب. والثاني ما هو الطارق؟ أقبين قايقر سبحانه وتعالى في المتن والسماء والطارق ما معنى الطارق؟ النجم الثاقب أعتكي باشا خوي تفسيري طارقي كرديا بله. والثاني حجة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دكريتن أما مفسرش كبيتن بري والله طارق ما بس تشتكي لغويا بطارق بريو كسي كلا در كدداتن خاي قول السني بو كسي خوارد كلا در كدايش طارق لوري لغويا وطارق والله درين هو طبعا خاي قول يعني تفسيري كرديا أعتكي باشا خوي تفسيري كده هو شبه إجماعي للسلة فلو حالتي بهز نوعاتي تفسيري كي بيج ناخريتي نوعي دوام كبيغامة صلى الله عليه وسلم تفسيري كده وش تفسير بيغامة صلى الله عليه وسلم ظلم بشر كوني مني باسمان كر كسش كتاني بري أو آياتي كهاتيا لم يلبسوا إيمانهم بظلم بري هم معصية تجد قرتوا قولك إذا كريم مقبول بيتن أقرتش لغويا رازبي لو الله عمنا نخي لبروي قصي بيغامري عليه الصلاة والسلام معصومة وحد زير والله من نوع السيم. والثالث اجتهاد يقبل الصواب والخطأ وكلما علت منزلة القائل به في التفسير كان قبول قوله أدعى من قبول قول غيره. يعني أقربته ابن عباس تفسير قرآني بقرآني بك يا مثلا إمام طبري بخوي بيت تفسير قرآني بقرآني بك ياخذ مثلا شيخ شنقيطي بتفسير قرآني بقرآني بك كامي زيادة البقوتر ابن عباس دعاء طبري دعاء شنقيطي يعني عقليا أنا قلت أنا شابكين بونوع بالي ذكريت زاري وهي ردي قولي شنقيطي بدينه ذكريت زاري وردي قولي طبريش بدينه أجر بيته دليل شيء صريح ترماها بيتن يعني وكو نظريا بعض ذكينا أنا وكو عمليا رانجا زور صعب بكسر قطواني تردي أو زانا أنا بداته بالله ماكو عقليا أنا شابكين بلا وأنا مجتهدا مع صمننا ذكريت مناقشة بكري بالي. وتفسير القرآن بالقرآن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيحا دائما فضلا عن أن يكون هو الراجح وأهل البدع قد يفسرون القرآن بالقرآن على أصولهم فلا يقبل لأنه مبني على أصل منحرف. أهل البدع قد يفسرون القرآن بالقرآن وش مسألة خلق قرآني وش مسألة وجوه يومئذ ناظرة. المعتزلة فسروا هذه الآية بآية أخرى قلتيان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قلتيان إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها منتظرة ناظرين بمعنى انتظار أو كردية ودليل شاهنيته لقرآني كبو معناه هاتي آية كمان هي فلام آية أو قلت برينو تفسير القرآن بقرآن يتاو تسليم بين نخير تسليم نابين لبروي لاري لغوية إشكالياتي هي ولا روي تفسير شوا إشكالاتي هيك أو آيات الصحابة كان بونوعي تناقشتنا ماشي. ولا بد للمفسر من اعتماد على رابط بين الآيتين قبل اجتهاده في تفسير آية بآية
ومن الروابط اتفاق الحدث واختلاف التعبير. بالله دري دبي ما تماشا بكين يعني آياتك بآياتك تفسير دكين دبيشتك هبي لينكك هبي لبين آياتك يعني خوايك سبحانه وتعالى كباسي قصي مسيدك عليه الصلاة والسلام فقصك نفس قصة لسن آياتك دوبارك رايتو أجر ما تزمع آياتك بكين كذا باسي نفس قصي دكا دطانين آياتك بيكتري تفسير بكين ولا ينتبقين لبروي قصك موحدة باش أو بابة مهمة يعني اعتباري بكين كرابطك هبي لبين آياتك أو حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد. ومن ذلك فمثال الأول تفسير السجيل في قصة لوط عليه السلام في قوله عز وجل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود بالطين في قوله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين لاتفاق الحدث. يعني ما أقربين تعال شيء تفسير صحابي بكين يعني تفسير تابعين بكين كتفسير آياتين كرديا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ما معنى سجيل؟ كيف فسروا هذا؟ فسروا بأن السجيل هو الطين بردك لقري دروسكرا. طبعا بلغش يعني سرعوا آياتيك أخوائي قولوا دفرميت لنرسل عليهم حجارة من طين فليركو أنا دو لفظي جواز بكاراتية بلان معناه لغويك معناك موحدة لبروي نفس حادثة قوم لوط يقدر رزم كرينا باوي يعني أرسل عليهم الحجارة دو زارنا ببرين والله يتزارك أو سجيلة آصن بو تزارك طين بو لأردو حالاتي هرده بي طين بيت لبروي لينكا كي لبيني حادثة كان راستا دو صورة جوازة دو آيات جواز. ومثال الثاني تفسير التزويج في قوله عز وجل وإذا النفوس زوجت بقوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أوش واضحة إذا النفوس زوجت يعني أو نفساني كأعمال متشابهة أهل نفاق لقى أهل نفاق حشر ذكرين أهل إيمان لقى أهل إيمان حشر ذكرين. وبيغمر عليه الصلاة والسلام دفرميتن المرء مع من أحب وأنس كوري مالك دفرميتن بهيش داشي دلمان خوش نبو لو تيك مسلمان بين هندي دلمان بوي خوش بك بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي المرء مع من أحب. وأنس دفرميتن وإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم فأرجو الله عز وجل أن يحشرني معهم. هكذا قال أنس رضي الله عنه. ونحن نقول ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع الصحابة وأنس بن مالك وإن لم نعمل بأعمالهم فنرجو الله عز وجل أن يحشرنا معهم. فأو معنى التزويج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإذا النفوس زوجت لولا بروي هردوك آيات باس قيامتي دكا إذا النفوس زوجت باس قيامتي دكا أيتكش باسي قيامتي دكا بدليل قوله احشروا كواضحة سي إذا النفوس زوجت يعني أو نفساني كمتشابه تزويج بكرين يعني كو بكرين وبيكو ليك شويني وبيكو حشر بكرين بله. ومن أبرز المعتنين بتفسير القرآن بالقرآن مقاتل بن سليمان البلخي. نعم مقاتل بن سليمان قلنا بأنه يعني ضعيف في الحديث عليه كلام في العقيدة لكنه في التفسير إمام وتفسيره معتبر. وعبد الرحمن بن زيد نعم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني. نعم. وابن كثير الدمشقي ابن كثير صاحب تفسيره. والأمير الصنعاني والأمير الصنعاني أيضا له تفسير ممتاز جدا يهتم بتفسير القرآن بالقرآن. وثناء الله الهندي الأمر تسري أمر تسر هذه منطقة في الهند. وثناء الله أيضا له تفسير للقرآن يعني ثناء الله هذا العالم له تفسير للقرآن بالقرآن أيضا اسمه متشابه مع اسم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لكن كتاب الشنقيطي هو الأشهر. نعم ومحمد الأمين الشنقيطي. نعم. ومجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير وفي غير التفسير لا حصر لها. فمن الاستفادة منه في التفسير مقام الترجيح
كالترجيح بعادات القرآن وغير ذلك. ومن مجالات ذلك أيضا جمع الآيات المتناظرة في المعنى. دائما زالي استفادة كردن من لتفسير القرآن وتفسير زورة يقل حالة كان مقام ترجيحه أجر بيته خلاف دروز بيتن يقل مرجحاني كمثلا اختلاف دروز بي كما قولي مثلا ترجيح لكن ابن عباس أو هادري ابن مسعود أو هادرتن كما شيء قولك عن لكن أجر بيته قولك ابن عباسي دليل إلى السرب الآيات شديكة قول ابن عباس بيش داخل لقول ابن مسعود هو يقل مرجحاتي أو كقولي أقوى بالنور يعني أقدو قول ما نهبي اختلاف هبي لآيات شيء كامين يزيكتر بي لقرآني لعادات قرآني أو بيش داخل بله. ومن أمثلة الاستفادة من القرآن في غير التفسير ما روي عن قتادة في قوله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قال إن لله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال خلقها زينة للسماء سماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى به وبالنجم هم يهتدون أيضا وردت في القرآن. ومجالات ذلك كثيرة في باب الاستدلال والاستشهاد والتنزيل على الواقع وغير ذلك. فأو مبحثي كم كتفسير القرآن بقرآن أو كمي مبزاني تفسير القرآن بقرآني سحالته يعني خذ القرآن بخويدة تفسير القرآن بقرآن لك وش آياتي والسماء والطارق كطارق النجم الثاقب كوا إزماعيل السلام يأخذ شبه إزماعيل السلام يأخذ بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديتن صريحا آتش بآتش تفسير ذكاء وش آياتي إن الشرك لظلم عظيم يأخذ حالتك معناه مفسرك دي اجتهاد ذكاء زو مفسر لطبقي الصحابة بيان فما دونه باشا لروي حجزيتي وش قوتمان باس ما كر قوتمان هم حالتك حجزتني تفسير القرآن بقرآني حالتي كم دوم قسم على السجن بعض حالات السيم حسب آياتك وحسب قوة دليلك مقبولة ياخذ مردودة. المبحث الثاني السنة طبعا وزول بكورتيا قلنا مبحثي تفسير القرآن بالقرآن أقلوي استزادي بيتم بقرة السر مقدمي كتابي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله ذكر الأمثلة الكثيرة في مقدمته طيب نزيكي حفت نوعي باسكيرديو لا مقدمي أضواء البيان بله. المبحث الثاني السنة ينقسم التفسير بالسنة إلى نوعين بالنظر إلى المفسر الأول التفسير المباشر بالسنة وهو التفسير النبوي والثاني التفسير بالسنة غير المباشر وتعريف الأول هو أن يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية يذكرها في كلامه أو يشير إليها ثم يبين معناها أو يقر أحد أصحابه على فهمه لها. وتعريف الثاني هو أن يفسر المفسر الآية بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منه في سياق التفسير تحتهما أقسام. طبعا ما تفسير القرآن بالسنة أيش ده بتدوبش لسه تفسير القرآن بالقرآن بوسيبش تفسير القرآن بالسنة ده بتدوبش بش يكميا التفسير المباشر بالسنة وهو التفسير النبوي يعني بيغامر عليه الصلاة والسلام لحديث شيء صريح بيتن معناه آياتك مان لورم كاتو بلفظ خوي أو بيدا قلت التفسير النبوي خلاف ما نسلويني. والتفسير غير المباشر معناه وهو أن يعمد مفسر الآية أو يفسر المفسر الآية بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه باشتر لمنه أجر تساتشكنوا يعني عنه عليه الصلاة والسلام في سياق التفسير يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام حديث شيء عامي هي بس بابا شيء أو بابا ربطي لقى آية شيء أو مفسر لك تفسير كني أو آياتي كربتي لقى حديثك يدي حديثك لقى آياتك رب دك بلام بيغمر عليه الصلاة والسلام خدي خوي تفسير آياتك نكر دي بصريح استعلم من المكان لما واضح دبيتن كتفاوت هي لبين حجزية لبين أو دنوعي. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتين طبعا بالمناسبة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم جمع
في كتاب اسمه التفسير النبوي. هلا وكيل بدرس إنه بيقرأ نصري رسالة دكتوراه التفسير النبوي دكتور خالد الباتلي صار بين مجلدة بس بلام مقدمة مباحثي زولنا في استداء كتابة لا تفسير وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتين، فإما أن يبتدئ بالبيان وإما أن يسأله أحد الصحابة رضي الله عنهم عما خفي عليه. يعني تفسير پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو قرآني بدون يان بخوي ساسو لسرتاو دي آياتش تفسير دكا ياخذ بسياري لدك بله. فمما ابتدأهم به ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أو نوعية كم؟ أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني أم القرآن الذي هي الفاتحة هو السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن سؤالاتهم له صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية. يعني هم مسروق وغيره من التابعين سألوا عبد الله. ومن هو عبد الله؟ وعبد الله بن مسعود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. يعني أن الشهيد يسألهم الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى عما يريدون وهم في الجنة. وهذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني الشهيد لا يموت، وحياة البرزخ للشهيد مختلف عن حياة غيرهم من الأموات. يعني أو كسيك الشهيد دي بلا بناه خواهي قوله سبحانه وتعالى ولوانش برايان من ومسلمانان أهل غزة خواهي قوله بشهيد قبول كاتن، يعني شهيد جانكي تجاوز لقلو كسيكا لحادثي دمريتن ياخد مردج طبيعي دمريتن. بنص قرآني خواهي قوله سبحانه وتعالى لفرميتن بل هم أحياء زندونا بلام زندو كيان كوا زندو كيفية كيتسيا كو تفسير كريا. مسروق دريتن مسروق طبعا يكلا كبار تابعين مسروق بن الأجدع أبو عائشة أما ليكو أنا كوزاني من عبد الله كوري مسعود ابن عباس نيا جوانا تفسير أخي ابن عباس زور لي الروايات ذكري القاعدة مطلقيها ابن مسعود جوانا قاعدة شي جوانا بلام هندك حالتين منخرمة بلام لوي أسلمتر مسروق كوفية وعبد الله كوري مسعودش كان أمير الكوفة وكان معلمهم. عبد الله كوري مسعود لكوفيبو وابن عباسش لمكيبو أقربيته تابعية كان مكيبيتن وشي سعيد كوري جبير ومجاهد مثلا عطاء وأنا معروف طلبي ابن عباسنا أهل مكينة أنا أهل كوفينا مسروق وغير مسروقي أنا دزانيكا عبد الله كوري مسعود درب سيار من عبد الله كرت درباري وآياتي معناه تسي أحياء. فعبد الله دري أما إنا قد سألنا عن ذلك أماش بسيار ماك لا شيء بسيار كده طبعا عبد الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بونو عيلو تفسير كده كلا حديثة كي هاتيا ودريجي بينادي بله. والوارد من التفسير النبوي قليل جدا وليس للمفسر فيه إلا النقل
فإن قيل إن تفسير الصحابي له حكم الرفع. هذا اللي راوسته ليس إلا النقل. الوارد من التفسير النبوي قليل جدا وليس للمفسر فيه إلا النقل. لو كان بسالك دروز دبيتا، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن؟ زوب سيارة بالصبر ابن سينا بقال لبينك أو ميمترين مبحثك أو ربيخين أو بابتيا. أو يبرزاني هدية ديني وهيك يوسف. خليني أقول هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن أم لا؟ وزي جواب داتو دستي برسكا ضاين سانكا سنزورن كامن هر تيج دارين اما حزمان ليبرين وبمناقشة بكي أو فكراني كهي ببي أو رأياني كان جو هيتان مناقشة بكي تسكا تقريبا دو رأي هي لو بابتي يا نعم يا لا أو نعم بيمان بريلو نعم أو لاش لو لا فنو قاقش هموي تفسير كذا بلان بششي وشي فرمود السرداي دستا باغي غريب القرآني چونك عندك صحابة كان هم يتيجيشتنا هم القرآن تيجيشتنا وهندك آيات هبوا مثلا وشي فرمود مثلا مبستك جاتر بآيات أشكرهم دبوا أو أنج مثلا باوصي في غمر صلى الله عليه وسلم تيجيشتن بلان بلين لو دي كان دانا مثلا استعتوا لقروي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هموي تفسير كرديا بلان أو تفسيرك كرديتي هموي نقل لك رياما بس أويا كعزم مسلمان بينا صحاباتنا دوباره شرحيان كرتوا باعتمادا لسر أوي كلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم جان ليبوا بلان أوي كلو ما نقل كريا مباشر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم هموينيا ما بس أوها بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم هموي تفسير كرديا جوا أو رأيك رأي شيء محترم ذكري مناقشة بكري بالله رأي جوا والله أعلم كهمي تفسيرنا كذي لبروي إنسان سببك كميش بشر شيء زور مفهوم لازم استعمل صف متفق لك كاجوس فيه متفق لقد سنقطة شيء لو كهندك شيء مفهومة لا يعرف يثبت تفسيرنا أخوها ناري أو درين هموي كرديا بس هندك شيء ذا حمله خور ردي خود ذاته هندك شيء مفهومة لا يعرف دكوات هندك شيء نكرديا يعني استعمل متفق لقروي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بشر القرآن تفسير كردي أو نقطة كم بلام هندك شيء نكرديا هندك شيء نكرديا لبرو مفهومة لا يعرف مفهومة زور حتى استاش أجرتو معناها شوش بزاني زور كو يعني مفهومة لك يعني مثلا عندك آيات مان هي لروي لغة وآسانة يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تفسير كرديا تفسيرنا كرديا مثلا في مصاصم والله أعلم إلا أجر مثلا تفسير عملي معناه في مصاصم لجاني عملي خوي أفلا أكون عبدا شكورا مثلا أوج بتفسير حساب ذكي بتفسير عملي أتو بتفسير عملي حساب ذكي والله أو زمان بقول له هيك قبل بشكل هذا شيء نكرديا لفظا هذا شيء لفظا كرديا هذا شيء عمليا كرديا زمان أو تفصيل زيادة لده كاك أحمد أتو أما تسمع خين يكش ده زور خين من لا زور مين بوكا بينس تعريف من باسكر بداية درسك جواب يوب سياري ليركوانه أو فتحوا شدوا حركش ما لدانا جواب يوب سياري ألو كلمة بس ما بتفسير تيجي زاري بقوي حل كين لبين خومن استعمل لدري عملي كاجي سباش تفسير عملي نكرديا فأما دبي بين أو كلمة لك نخومان معناه أو كلمتين بين أو جايب سيارك أنا قلت ما تفسير تيجي تفسير شيء كأنه مراد القرآن بيان معاني القرآن وان صاغر هم تفسير كرباب يوم صلى الله عليه وسلم دبوا وقفيك بشرني دتواني قصي ليبكاو والسلام دبوا حكمه مطلق لبو هم الزمان هم كان حكمتك انا دما حكمتك انا دما ودنا دتواني كسي اجتهاد بكري ببي وضع اشتكى كاي احمد اتو هموينا كرديا بين نقطة مثلا آتي أسماء وصفات إيش تفسير شكلها الصحابة رأس إيمانيا في تفصيل مني لا آتو بلغتش يقينة إناوكا لما صلى الله عليه وسلم قرآني تفسير نكرديا يعني معاني يعني معاني آيات الصفات كز معاني كان نازاني واتش ألف لام ميمية
قسەکەی تۆ های لێ هات نا ئەوە چێ و ناکات ئەوەی ناتانبرێ لا قسەی خۆم کردم لەسەر ئەوەندەی ئێستا هاتوو بەڵگەکەت هیناوە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەموو قورئانی تەفسیر نەکردێ لەو نمونانە ئاياتی صفاتیە ئاياتی صفاتی وەچ ئەلف لام میم نییە توقف دەکەم بەخۆی لێر کوانە شێخ محەممەد حوسێن ذهبی لە کتێبی التەفسیر والمفسرون کە کتێبێکی زۆر مهمە ئەو چەند کتێبانێکە لە ئوسوڵ تەفسیری هەیە لە فەلەکی ئەو کتێبەی دەسوڕێنەوە بە تایبەتی ئەوانە ڕسایلی دکتۆرا و ماستەریە ئەنە کتێبە لە شێستەکان هەفتایەکان شتێکی وا نووسرا ینی سەردەمەکە کە نووسرایە لەوێن دەرەو دوو ڕێی دەینیتن لەسەر جوابی ئەو پرسیارەی طبعا ئێستا مناقشەی ڕێیەکان دەکەین دەرێتن زانایان خلافیان لەسەر ئەو بابەتەی هەیە دەرێتن شيخ اسلام تيمية دريتن يعني او صاحب تفسير مفسر شيخ اسلام تيمية دريتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم هم تفسير قرآني كردية جميع القرآن او بو نوعي مقدمي وصول تفسيري تيجيشتيا صاحب كتاب تفسير المفسر امام السيوطيش دريتن قليل جدا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم او كتفسيري كردية قليل جدا فلير كوانا لبين أو دو قولي خلافك هي كشيخ اسلام تيمية دريتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن تفسير كرديا وإمام السيوطيش دريتن بس ما بستيانسية طبعا قولي كون نقلي كرديا يعني بس بمختزلي نقلي كرديا نارين بس فقطي درين بمختزلي لبروي كشيخ اسلام تيمية لا مقدمي أصول تفسيري كدريتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم جميع القرآن دريتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم معاني هم قرآني بصحابي جانديه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يعني صار تبليغي هم قرآني كرديا وأوي بيوستي برون كرنوي بوا هم إلى الصحابة كانوا كرتوه بلام أوي كدريتن قليل جدا ما بس بيتيا ما بس بي معناه تفسير اصطلاحية أو تفسير كباصطلاحي خمن أما شروط له دادنين دليل مثلا كلمك بكلمك مثلا أقوي باس ماكر إن الشرك لظلم عظيم لم يلبسوا إيمانهم بظلم أو لطعنين اعتباري بكين تفسيرك اصطلاحي بشرط شروطي ما لسي تطبيق دبي فأو نوعي كوتش لو حديثي هاتيا قليل جدا راس تقصكي السيوطي ومؤلفي أوش ودهاماشي ودرتن صاحب كتابي تحريري درتن تازخين مانا قوتي سليركوانا قوتي التفسير النبوي قليل جدا وليس للمفسر فيه إلا النقل أو نوعي كالسيوطي ما بستي إلا نقل طبعا السيوطي أو نوعي لا كتابي إتقان لا آخر كتابكي همي باس كرديا أو أحاديثاني كصريحة لا تفسير قرآني كبو اصطلاحي بلام شيخ اسلام تيمية وستي أويا كبيغمر عليه الصلاة والسلام بياني معاني كان قرآني همي جاندي بآيات الصفات شو يعني إذا معناك خافي نبوة لكن يعني بلام ما وستي أو نبوة كبيغمر صلى الله عليه وسلم هاتيا كلمة لو صحابة كان يرون كرتو تفسير كده بو معناه اصطلاحي كيستعمل باس كده وعندك آيات الشيء بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني عمدا تفسير نكرديا لبروي حكمة اجتداهي وش آياتي مثلا ألف لام ميم إلى آخر آنك نقل صريح مع النبي عليه الصلاة والسلام درباري وآياتنا فقصكي ما مستوى رازبو قصكي كاك يوسفيش تاو مظبوط واضح اشتا مسألة لكن تان استا تشخينه زيادة توضيحي لدين إن شاء الله بل استاذنا سر مسألة اشكال تفسير الصحابي له حكم الرفع فإن قيل طبعا لكم أنا نقلك هي حزمني بخي ما وبزيات لك أنت نروم بي أو ما بستيمن إمام زركشي نقلي كرديا لا بيشوا شمس الدين الخوي الشافعي بيشوي ما مستوى برشمان لوخيته مسألة دليل علم التفسير عسير يسير يعني زحمته آسان لا مان كاتي أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه ولا إمكان للوصول إليه بخلاف الأمثال والأشعار دليل تفسير القرآن زحمته آسانة ليكاتي زحمتك لويا كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه يعني قرآن أول مثلا أمثال وأشعار مثلا برين ما بس تتسير نفر قصة شدك طيب مخاطبة بكي والله كلام إخوائي قوله سبحانه وتعالى بون عينيه فإن الإنسان
يمكن علمه بمراد المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع ممن سمع منه. يعني مثلا شاعرك شعر شيقوتيا أما رنقل شعرك يتناقين بلام لطاني مثلا بنو عشك معناه الشعر تبين بوي تواش الشعر شاعرش كبكين كاقتباس إلى شعرك يكردي يأخذ بمعناه آسان تربكارينا أو كمعروف لا علوم أدبي. أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل. أو قاضي شمس الدين الخوئي الشافعي بهادرته دري أو آياتان كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دايركتلي مباشر تفسير كده قليلة. فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل. فعلما بقرآن بمستي آياتك ما بيئو بلغو أو دلائلاني كهي. والحكمة فيه لبرتسب بيغمبر صلى الله عليه وسلم هم آيات شي باز نكرديا تفسير هم آيات شي نكرديا وكو التفسير اصطلاحي كما مسمانا قال لكم أنا مدخين حكمتك تسيا قال لكم أنا يعني موضع الشاهدية. والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كلامه فلم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتنصيص على المراد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف ذلك؟ ما معنى 50,000 سنة؟ كيف تفسره؟ أو كات عقلك توقعي وبابتينك يعني بابلين يعني نيد تواني أحاطة بوشتانة بك استاش آياتين تاني أحاطة بوشتانة بالضبط. بلام كيس زمن بيش دك يبون نسات وعلمي فيزياء كبيش كوتيا مثلا إينشتاين هاتي لنظري نسبي خوي باسي أو يكدي وقت اختلاف ذاك على سزوي كاتك برز ذبي ولا بو آسمان أو عندك اللي لبو محسابة فرقه لو يكلا آسمان ذاك هذا مثلا خلافية طبعا حتى لا بين فيزيائية كان إن صح التعبير خلافي لسر. المهم لكن أنا وسمعت يقصك إذا بالتواوى بعض ما وسمعت الحكمة فيه أن يتفكر عباده في كلامه فلم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتنصيص على المراد وإنما هو عليه الصلاة والسلام صوب رأي جماعة من المفسرين من أصحابه فصار ذلك دليلا قاطعا على جواز التفسير من غير سماع من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا تفسير ما باس ما كرت يعني جائزة إلا شرطنية تفسير إلا نقل بيتن استباز ذكين حتى تفسيري كلمة تفسير بالمأثور كلكن رسائل يعني جماعة رسائلي دكتوراه وماستري كباز ذكان تفسير ذكان دو قسم لأن التفسير بالمأثور مان هي تفسير بالرأي مان هي مشهورة ونيا فباس يوي ذكين كتفسير بالمأثور إيش رأي تدا صحابة وتابعين إيش زور آيات يعني تفسير كله برأي باجتهاد وخلاف لبينها هو وشيخ سام تيمي دري أو خلافه لبين تابعين هي لتفسيري زيادة لو خلافه كلبين الصحابة هي وهمش أو خلافه كالأتباع تابعين هي لتفسير زيادة لبينه ويك لتابعين هي طبعا وكان كان شي باز ذكين إن شاء الله لا خلال توكلني أو كتابه. طبعا هو نقلة نفيسة حزمان له بخي إنه تا حكمتك اللي تبين لبرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم عندك آيات هي لقرآني صريحا عليه الصلاة والسلام تفسيري نكرديا والله أويك يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم تبليغي هم معاني كان قرآني كده لو أنا آيات الصفات نام أنا درسكي كان درس عقيدة بلام آيات صفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم معاني كده صحابي باس كرديا أو معاني كعرب لي تذكاتن ولام تفصيلي كل صفاتي هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل تناخوا يقول سبحانه وتعالى تيزانيت فأول ما وصل بانا ليركو أنا لا لو بابتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم تفسيري هم قرآني كده بيغمبر صلى الله عليه وسلم تبليغي معاني هم قرآني كرديا أو بششكا تنصيص لسر معناي نكرا حكمة اجتداهية وزور بشي أو كتنصيص بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر كرديا حتى اجتهاد صعب حتى اجتهاد صعب ناطاني كسك اجتهاد كبري قطعا أو بابته أو هالي يعني استوى آياتاني كباس ما كريس مفسرك ناطاني بري مثلا ألف لام ميم أو معناه هي قطعا قولك من راسته هرتي خلافهم بيتن غلط وأمتش استقراري نكد يعني لو آياتاني كمعاني كاني كمثلا واضحني أمتش استقراري نكد لسيق قولي بابته زور مهمة ليتي بقين وأو آياتاني كبون وعشا أحكامي لسر بنيان نانبي وزور مهمة قدار بين أو آياتاني كبوش شوية آياتي أحكامي نتكو آياتي أحكامي صريحة لما صلى الله عليه وسلم روني كرتوا وصحابة كانش بس لقي لغة عربية ليتي جيشتنا أو أنا كبيوندي بحلال وحرامي أو أني آياتك بها بيوندي بحلال وحرامي كز ليتي أنا جيش بي كسك لقرني دو يازدي دوازدو سيزدي هزري بيتن
درشي بو أو بابتي كلمة أو بابتي زور مهمة. بله. فإن قيل إن تفسير الصحابي له حكم الرفع قلنا قد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في بيان معاني القرآن، والعادة الغالبة أن ينسبوا ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما لم يقع ذلك دل على عدم وجود نص مباشر منه صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات. وشو معناه يبقى تعذب اسمك. وللتفسير بالسنة غير المباشر أنواع لا حصر لها، منها تخصيص العام وبيان المجمل وإيضاح المشكل وغير ذلك. أصح من حيث اللغة. نعم. وغير ذلك. يعني حتى استباس مانكر تفسير السنة مباشر واضح بو، تفسير السنة غير مباشر استباس ذكين أيش سنوعي هي؟ تخصيص العام، بيان المجمل، إيضاح المشكل. تخصيص العام ما روى مسلم في صحيحه أمن دخيل مهندق وسريعتر عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. طبعا الروايات شهاتها لم يضاجعوهن في البيوت، لم يجامعوهن في البيوت، لم يضاجعوهن في البيوت. أو طبعا أو كيرون دقاتو معناه كيرون دقات نوست بي جماعي اصطلاحيني. ومثال بيان المجمل طبعا أو نمونية استعيتمان نمونة غير مباشرة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم تفسير آيات كده ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني أو آيات مان هي كيهود لكاتي آفرت كلكاتي حيز و نانيا لقرنا دخوار وأصلا نمالش لنا دقران لنفسي جوري بيت لنفسي مال غرفة جدا إنه ذكردوا شوية جدا إنه آفرت كذا بقى ليون دربعتا أو مدي حيزي تعودب. بلان الصحابة كان كبسيانا للبيغمبر صلى الله عليه وسلم وآية دابزي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. معنى يصير فاعتزلوا النساء في المحيض يعني وش يهودي عينا اعتزال يمكنوا وش وامن آية كاليركو أنا عامة. بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتي تخصيصي كرديا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلا النكاح يعني إلا الجماع. أما أن تؤكلوهن أو تكونون في نفس الغرفة أو نفس البيت فهذا لا حرج فيه، حتى المباشرة لا حرج فيه بين الزوجين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك أنا آيات عامة أنا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني تخصيصي كرديا. ومثال بيان المجمل ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لذلك أنا آياتك كمان هي مجملة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بياني كرديا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أو آية 8 بيغمبر صلى الله عليه وسلم آياتك بيان كرديا كمجملة سبع المثاني مبست بيتسيا هاتيا بياني كرديا كمبست بي فاتحة أم القرآن. طبعا خلاف هي لا تفسير كرني سبع المثاني والله أرجح الأقوال المقصود بها الفاتحة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال إيضاح المشكل ما روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون. طبعا نجران لا يمن لا جنوبي جزيرة عربية وأهل نجران بيش مسلمان بونيان يهوديون كاكاتك مغيرة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دينيري وكو أمير فيردين يام كاتن دفرميتن بسياري ليكردم قالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك يعني أو مجموعي أو خلشي نجران كيهودي مبسياري أن لا مغيرة كالقوتيان أنقولوا آياتي كرسلت عن دابزيا كاتك مخاطبين مريم إذا كان يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون
هارون و موساش پێش ئیسای بوونە بە سەدەها ساڵ فمغيرة دريكاتك قرامك بغمري صلى الله عليه وسلم سارم لك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم يعني مريم اگر بيتو حقيقة تماشاب كين يعني براية شهبيتن برايكي بناي هارون كرايا بناي بيغمبر هارون كرايا واشتش طبيعية مست بينيك يعني آتك ممستوى بك مريم خشي هاروني براي موسى يعني وانا هل يك عائلة فهو بيغمبر صلى الله عليه وسلم او مش اشكاليه لو اتي دروز بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم روني كرتو ايضاحي كرديا فاوليكو انا همي دستبابي تفسيري سنه تفسير القراني بالسنه غير مباشر وما غير مباشره كتسي او بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفظك بلفظه شي اوبكا وشي ان الشرك لظلم عظيم باشا واضح على كل ان شاء الله تمام وصور استفادة المفسر وصور استفادة المفسر من السنة النبوية في التفسير كثيرة منها أن يذكر حديثا مطابقا لمعنى الآية ومنها أن يذكر حديثا وردت فيه اللفظة القرآنية ليدل على أن معنى اللفظ في القرآن هو معناها في الحديث ومنها أن يعتمد على السنة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف ومنها أن يفسر الآية بتأويل النبي صلى الله عليه وسلم لها ومنها أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه فيورده يعني لا كتاب كان تفسيري كاتب مثلا تفسير ابن كثير طبعا تفسير ابن كثير قيل أنه حوى مسند الإمام أحمد تفسير ابن كثير يعني عندك لزانين قلت يعني ابن كثير هاتي مسند إمام أحمد كان يزيد 3000 حديث استداء همي تفريق كردي لا تفسيرك يخوي هر آياتك هر حديثك بيوندي بآياتك شوي بيتن لا يندري دانا زاري واهية يعني أو حديثي كهيناتي لتفسير آياتك ربطك الصريح نية يعني تفسيرك مباشر نية والله ربطك هي بنوعك لنوعك كان أو نوعاني باس كده زاري واهية ما مطابقة لو معنى آية زاري واهية نفس لفظ لقرآن هاتية ولا حديثش هاتية فمن استفادة لكن بس كده مثلا أما مثلا حديثين إنه اعتماد كينا صار شعر شيء جاهلي اعتماد كينا صار يعني يعني وضح أو كمعناك واضحة فيعني هم زاري الشرطنية إلا مثلا كتماشاب كيري لو تفسيري متقدمين مثلا لون من الطبرية كتماشاب كيري زور زار هي حديثش لا لو آياته هي والله حديثك تسكت صريح ناهينيتن والله من كثير همش تجد زمع ذاك فلا عندي من كثير يعني مصدري أساسي تفسيري قرآن بسنتي من كثيرة زيادتين مفسر كتوسعي لو بابي كربيتن ابن كثيرة وزور زاري الشيء حديثك كهنا مثلا ضعيفة إسنادك منكرة يعني بلام تسيا لروي معناه ومعناه كإشكالياتينية بلام شرني حديثك ثابت بلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لير كانوا مسلمان تسيا معناه كتيبجن يعني كدرين تفسير قرآني بحديثي هم ليك آسنية لروي احتجاجه حيث ما حجية مفسر تنهاله هي نقلك لو إني مناقشة بك لبروي خدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفسير آياتك كده حيث بان هنا مثلا بس مطابقي معناه أوش حجزية حيث بان هي زاريوا معناه شي مشتركة حيث بان هي زاريوا إشارتك بس أتزوي إشارتك زاريوا ذكري مناقشة بكريت أو معناه إذا لك أنا نمونه هنا توا دري فمثال ذكر حديث المطابق اللي بعد الآية فمثال ذكر حديث مطابق لمعنى الآية ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم قال وقوله وجيء يومئذ بجهنم قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث فيه معنى مطابق للآية. آية كدرت وجيء يومئذ بجهنم جهنم يعني هنا حديث كدرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرميتن لروج قيامة جهنم ديتن 7,000 ملائكة رايدة شيشتن
بەڵام ئایا لە حەدیثەکەی باسیەوەی کردیەکە و حەدیثەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تەفسیر ئەو ئاەتەیە هو بە مباشر حساب ناکرێت دەستە نوعی غير مباشر بەڵام مطابقیشە لەگەر ئاەتەکەی ونفسی حادثة ونفسی واقعەیە وحجتیشە على الصحيح. بەڵێ. نعم. ومثال ذكر حديث وردت فيه اللفظة القرآنية ليدل على أن معنى اللفظ في القرآن هو معناها في الحديث ما أورده ابن كثير في تفسير قوله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين. قال عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. ليركو أنا لفظك معناها بيغمبر صلى الله عليه وسلم حديث شي بكارينا لاستعمال رجاني خوي عليه الصلاة والسلام كلمة عزين كالقرآن شهاتيا وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين معناه تيا أو معناه كالقرآن ياتيا ابن كثير هسطا حديث شينا كلمة عزين تدا بكاراتيا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكارينا لا استعمال رجاني خوي تفهمدي بآياتك كينيا وكتفسيرة مباشر والله ما استفادة لي لكن لبروي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب عليه الصلاة والسلام. دليل عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة لرجل بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات الدليل مالي خوي ديتي الصحابة كان لهم مزقفتي حلقة عندنا يعني بازنا عندنا كوبينوا قال ما لي أراكم عزين يعني ما لي أراكم متفرقين لونجو متفرقين فهو معناه لو حديث ياتي هم معناه لقرآن هاتيه بلان تفسيره شي صريح نية ولا روح حجته وشي نوعية كمية كتفسير ظلمية بالشرك. ومثال الاعتماد على السنة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف ما أورده ابن العربي عند القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن. نعم. عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة قال لقد كان أصحاب محمد كراما بررة ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية ولا يعني آية تدريتا قرآن بأيدي سفرة كرام بررة كرام وبررا أو كلمة عامة صحابة جدقرتو ملائكة جدقرتو بلام آية ما بستي أو آياتي صحابة داخل أو معنى دبن ليسوا بمرادين لماذا؟ ولا قاربوا المرادين بها بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق ولا يشاركهم فيها سواهم ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. روى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. يعني استقبل عربي هاتيا أو بكر بن العربي هاتيا أو آياتك هندق لا متأخرين يعني مفسرين كرام بررين بصحابة تفسير كرديا رد يوان داتو دري بهيت شو آياتا موستي بي صحابانيا بلغشي بحديثة شينايتوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كلمة السفارة وكرام البرري بكار هنا موستي شبه ملائكة بوا موستي بي صحابة نموا أصلا حديثة كان مخاطبة صحابة دكا دري أوي لنقو قرآني بخينيتن وحافظ بيتن مع السفرة الكرام البررة لقال ملائكتيا فأو حديثي بكارينا لبعوة شيكا اختلاف تداهية وترجيح يقنا معاني كاني كرديا فهو يكلا مزالة كان استفادة كردني مفسر يلا سنتي. ومثال تفسير الآية بتأول النبي صلى الله عليه وسلم لها ما روى البخاري عن عائشة ليركو أنا كلمة تأويل بيستي الوسطة للسرقين بيشو عنوني بخير كلمة تأويل معناها وكلمة تفسير معناها. تأويل طبعا معاني كان لكن زانان خلافي لسلا والله أويك يعني شيخ اسلام تيمية رحمة الله عليه ترجيح ذكاء دليل تأويل لاستعمال متقدمين لاستعمال صحابة وتابعين وأتباع التابعين ما وست بي أولنية كمعناي نصشي معناي يعني أما تأويلي معناي ظاهري نصكي يمكن بمعناي كغير ظاهر بي كمثلا متبادر نبي لذيني أو كمستقرة لكن متأخرين تأويل لكن يعني ممكن نوي معنى آيات شيء ياخذ نص حديث في پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمعنى شيء غير ظاهر باعتماد كردن لسل لغوي لسل مجازي لسل بلاغي إلى آخره والله ويك
شيخ اسلام تيمية رحمة الله عليه ترجيح دكا تأويل هرب معناه تفسيري ديتن لكن متقدمين أو يقل معاني كاني لقر معناه أوي كمبستي بي خود يشتكي يعني عاقبة يشتكي باش عاقبة يشتكي استا مثلا أو آياتاني كباس ما كرديا كو آيات دابزيا بخينو أنو منك ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن. نبدأ القرآن هاتيا وسبح بحمد ربك ونيا لا هاتيا بيز قالوا آياتي شتوش كمان صريح تريشتا لا سرع أوي يعني هيت ما ماشي إذا فرغت فانصب أوش مان هي بلا ما مستمان آيات صريح تر هي استحضاري ناكم ما مستمان بيتسيلر كوانا التأويل ما معناه أويدة ك ما بستي آياتك يتسير زاري واهي مثلا ما بستي آياتك أوي كعملي في آيات أحكامية كما سبحانه خواهي قال سبحانه وتعالى داوله بيغمر دكا تسبيح بكا بيغمر صلى الله عليه وسلم تسبيح دكاو استغفار دكا وأتا أمتش تساوي ليبكا بهمانش عندك آيات معناها مثلا باس قيامتي دكا يوم يأتي تأويله معناه يتسي يوم يأتي تأويله يعني كاتك حقيقتي عاقبتي اشتكي رود ذاته لقيامتي باز دكا أو زي ما بس ما بيتسي كتأويل أو معناه كاستقراري لسرة لروي اللغة ولروي استعمالي متقدمين تأويل هر تفسيره ودكتور مساعد الطيار بحث هي لو لا يعني لا فرق بين التأويل وتفسير وتدبر أو بابتانا بحث هي طبعا بقرن وسري موجودة درباري أو يمنا طيب راستي أقوال كان هم يبينين يعني تشكى اختلاف شيء متشعبي لسرو ويعني مناقشة كردين يعني أو دمامات زول بابتي ديكا فما زال يوم النبي براستي يعني ناقشة بلان أوي كاستقراري لسر يعني أوي كما ترجيحي ذكي أقرتش خلافي لسر بيتن كتأويل هرب معناه تفسيري أويك لمعناه كان شيء أويك لو حديثي هاتيا كمعناه عاقبتي اشتكيه معناه حقيقتي اشتكيه كتأويلي أو بابتي أويك حقيقتي اشتكي رد أو زيان عملي بيغمري صلى الله عليه وسلم بو بابتي ياخذ أويك حقيقتي اشتكي لا قيامتي رد ذات عاقبتي اشتكي والله. ومثال ما كان في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه ما ذكره ابن كثير عند تفسير قوله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب قال وقوله كلا لا تطعه يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصل حيث شئت ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس واسجد واقترب البلد أو البلد أو غلطت ساش كانوا رش كانوا آياتك غلط تداية خطأ طباعية واسجد واقترب ما بس تيوي كسورتي بلد بلام غلطي كردي نظام إشكالات اشتداية كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حديثك معناه بأن صلى الله عليه وسلم فرمت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنا حديثة معناه شيء باسكليك على القرآن جاتية. والله آية طيب من حديث التفسير أو آياتها. تفسير آياتها بلان تفسير شيء نبوي غير مباشرة. نوعي غير مباشر واسجد واقترب فأما بحثك بان هبول يعني اللباب في الجمع بين السنة والكتاب زعم يوما لكر كهيت حديث سكنية لبيغمبري صلى الله عليه وسلم مخالفة قرآني بيتن بلكو غالب أحاديث كان بيغمبري صلى الله عليه وسلم معاني كان لقرآني هاتية كان حديثة كم نبيتن كأحد يعني أحكامه كبيغمبري صلى الله عليه وسلم بوحي لو يدا بزيكا إضافة أو شتبك لسر القرآن لسر بيان القرآن بشك لوحي أجنا غالب أحاديث بيغمبري صلى الله عليه وسلم هو من القرآن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن فكيف يتصور من رجل كان خلقه القرآن أن يخرج منه شيء يخالف القرآن فكل حديث ثبت بإسناد صحيح صريح
هو لا يخالف القرآن، وإن توهم الناس أنه مخالف للقرآن. بلى. حديثك فأكثر فيه الدعاء فأكثر فيه الدعاء. بلى. والتفسير المباشر بالسنة حجة بلا خلاف، وأما التفسير بالسنة غير المباشر فمنه ما يكاد يقع عليه الاتفاق فهذا حجة، ومنه ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاء يقع فيه النزاع، فهذا لا يكون حجة مطلقة، وإنما يكون الحديث قرينة في الترجيح. يعني أويك مباشرة بخلاف حجزية، أويك غير مباشرة هي اتفاقي للسلة واضحة معناها، وهاشا نزاعي لسرة، فهو نزاعي لسرة دكري حديثك بكار بين وكو أداتك لأدوات ترجيحي، ودشكريت زاري وباس ما كرك زاري اللغة بيش دخله لسر السنة يقر بيت وحديثك صريح نبي لتفسير آياتك. ما معناه اللغوية كلسا معناه أصلي معناه لغوية كي ضروري. التفسير السنة مباشر هم اتفاق، غير مباشر باتفاق تدايا غير مقبول. بالضبط تعاساني بكينو بوشي. ومن أبرز المعتنين بالتفسير بالسنة الحسن البصري وقتادة وعبد الرزاق الصنعاني، وهو ينقل عن قتادة. عبد الرزاق الصنعاني من أهل اليمن من شيوخ الإمام أحمد، لما مستكان إمام أحمد بوا صاحب كتاب مصنف. تفسيرك هي طبع كريا تفسيرك قلت يعني البشكل مصنفي هم بسند نقل لك لقتادة ولا غير قتادة. طبعا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، يك واسطي بينه معمر بن راشد البصري، وقتادة أهل بصري بوا وطلبي ابن عباس بوا. يعني لو مباشر لقتادة نقل مكري بخوي. نعم ما مستوي معمرش طلبي قتادة بوا. أو يعني فرق يعني طبقين فرقية، قتادة متقدمة تابعين، عبد الرزاق لا سدين إمام أحمد وما مستوي إمام أحمد. وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والبغوي في تفسيره معالم التنزيل، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم وهو أكثر من البغوي في ذلك، والسيوطي في دار المنثور. نعم، حتى قيل أن ابن كثير قد يعني بث مسند الإمام أحمد في تفسيره، يعني مسند الإمام أحمد سنجوريا لأنه تفسيري خوي همي دابش كردي، يعني عنده يعني اهتمام بمسند الإمام أحمد ذاتا ابن كثير. اگر بيتو با او تماشا بكيني او كتباني كمشهولة لبن دستيما تفسير ابن كثير لصداريه لزور بكاريناني حديثي، لباشو إمامي بغوي محيي السنة لكتب معالم التنزيل، لباشو غيري واندتن، بس رقم يك ابن كثير رقم دو بغوية دو ايش دكري مثلا ابن أبي حاتم يعني طبري لمرتبة السيان بن. طبعا كتابش كشمان هي معاصرة موسوعة التفسير بالمأثور، كتابة شي قولية سروي باسم زلدي ووزانم حمو أو أحاديثاني جمع كده آثاراني جمع كده كلا ابن جرير ولا ابن أبي حاتم ولا السيوطي ولا أنا هاتيا. كتابة شي ممتازة وراستي وكو سرتاوا بقرية والسري، ولا زال إشي لسر دكان لا زال كمثلا كتابي آثاري طبع دكري آثاري نوية الدوزرتوا إضافة دكان، يعني إيش تعمل زالي توسع تداهي. كتابة شي قولية طاني مثلا بني أو كتابة وكو مصدري بحثي يغني عن جميع ما سبقه، بلا موكو تفسير بيخيني وكو معناه كان تبقينا سكا شرح نكري بس آثار كان هنا. تعليقات تدا لا حاشية تعليقاتي مثلا ابن عطية تدا ابن تيمية تدا ابن قيم تدا ابن جوزي تدا، بلا يعني أمن براي من أويه كإنسان بقرأت وصل كتابة شي مثلا بكات أصلي خوي بس أو كتابة بخيني، أما مثلا لآياتك بيوستي با اطلاعي زياترة اگر بزانيت مثلا اقوالي هم الصحابي اقوالي هم تابعين لسلو اياتي طيب قريت وسر موسوعة التفسير بالمأثور، مركز تفسير هستا بدراسة كردنو جمع كردني اكيد اري والله. ومجالات استفادة المفسر من السنة كثيرة، وكثير مما يستفاد منها خارج عن حد التفسير. أو زور مهمة، كثير ما يستفاد من السنة خارج عن حد التفسير. حد التفسير سياق عثمان بيان معنى القرآن، كبيرنا صلى الله عليه وسلم فرمت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هل فيه بيان لمعنى؟ ليس فيه بيان، ليس هو تفسير بالمعنى الاصطلاحي، تفسير نية بلام ذكري استفادة ذكري مثلا شتى إضافي بيتن معناه شيء إضافي بيتن، مثلا كبيرنا صلى الله عليه وسلم فرمت
يؤتى بجهنم ولا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. هل هو تفسير لقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم؟ بمعنى التفسير اصطلاح. هل هو تفسير لمعنى يجيء؟ هل هو تفسير لمعنى يومئذ؟ هل هو تفسير لمعنى جهنم؟ الجواب لا قطعا. يعني ما وكو اصطلاحا أو اصطلاحي كباس مانكر أو معنى أو حديثانا كباس مانكر أو أنك غير مباشرة، يعني خارج عن حد التفسير، بلان معنى إضافية ذكري مفسر استفادة لبكا ذكري فوائد بيتن. فما أقر بيتو مثلا بلين تفسير لبهندش أو يعني هو كاركي كتفسير طبري كم تر حديث تدار تفسير ابن كثير لبروي طبري خوي ريستريكت كرديا خوي تسكرته مزالي بحثكي يشوي تفسيره يشوي بياني معاني كان إلى قيل فوائدينية إلى قيل استطراداتينية. والله مؤلف كهنا كتابك هنا تفسيره والله هم علم اجتداء بس تفسير تداني يعني نحوي تدا مباحث بلاغي تدا أنا راسي علمي مفيد أما استفادة عن ذكين بلام وكو التفسير أما قبمان معاني قرآني تبقين مرادي خواهي قوله سبحانه وتعالى وربقرين إيش مان با تفسيري وكو اصطلاحي تفسير كلمقدمي أو باسماك أو زوزو ميمة إدراج بيبكين. فتفسير قرائد السندين بحزم منزلة كاني بتوسعي مؤلفكي يعني تفسير معناه نام أنا تفسير زاناهمي تفسير برزو باستفادة بلام قيل أنه فيه كل شيء إلا التفسير هكذا قيل عنه وهو كذلك فعلا فيه علم الكلام فيه البلاغة فيه يعني كل ما تشاء فيه اللغة كل تشاء لكنه في التفسير قليل. وطبعا عندك كتاب معن هي كذا خلق بيدرين تفسير بلام الأصل لا تفسير نية كتاب فقهية ككتب أحكام القرآن هي في الأصل ليست من كتب التفسير. الأساس ده أنا كتابي تفسير وش تفسير قرطبي أو تانجتان ليبوه الجامع لأحكام القرآن الأصل ده كتاب أنا كتابي أحكامي قرآني تفسير لي أقرتش مادة تفسيري تدايا بلان فقيه استفادة لك فقيه استفادة لك على بروي أحكامي قرآنية بيوندي بحلال وحرامي هي أو باوتزور ميما يعني إدراج بيبكي بله. ويكون غالبا إما من تتميم الموضوع والاستطراد فيه لاطلاع المفسر الواسع على السنة كما في تفسير ابن كثير، وإما أن يكون من باب الاستطراد في ذكر الأحكام والمسائل الشرعية كما في الجامع الأحكام القرآن لأحكام القرآن للقرطبي. مثلا تفسير القرطبي كخالق بيدر تفسير الجامع لأحكام القرآن مثلا باسي أو آياتي دكا واعتزلوا النساء في المحيض سن حديثات الأبداري حيزي حدي حيزي همي باز دكا آية أو شتانا بيوندي بتفسير آياتك هي نخي بلان فقيه إشي بي فقيه ده يبزاني حيز سياتا فتوى يبدأ فكتابة كان يعني ده يبزاني اختصاصي كتابة كيتسيق هتتسادة فكتيلوي بلان أوي كتفسير بمعنى تفسير طبري مان هي ابن أبي حاتم مان هي ابن كثير مان هي مثلا أو كتاباني كمثلا محرر الوجيز مالي من عطية أو أنا يعني إخوان أو كردي لا معنى تفسير عندك تبيش مان هي مشتركة مثلا بحر المحيطي أبو حياني مشترك تفسيري شي زورت ده علومي كشي زورت ده زمخشري كشاف البيان تفسيري شي زورت ده ومباحثي بلاغة لغة شي زورت ده مثلا أسرار تنزيلي قاضي بيضاوي كمعتمدي متأخرين بهم حواشي دروسي تفسيري لكن متأخرين لقرني دين فما فوق لصر تفسير بيضاوي بوا تفسيري شي زورت ده بلام بابتي كشي زورت ده بلام أوي كمثلا بلين بيور تفسيره خاص تفسيره طين يعني بن جرير طبري هرب جرين كخوي زياتر أو كردي لا مباحثي تفسير حتى ابن كثير بالمناسبة زوجة استطراد دكا يعني مثلا بابتك ديت مثلا باسي دابزيني عيسى دكا سن حديثات لا دابزيني عيسى هم الروايات كرديا أو خدي تفسير آياتك إني أو اصطلاح بلان همو فوائد كان وكو فائدة باسي كرديا وكو اطلاع على سر السنة باسي كرديا فهو بظاني إنما حد تفسيري تيا وكو تعامل بك حتى أضواء البيان بالمناسبة كذا تفسير القرآن بالقرآن يشنقيطي زول مباحثي أصول فقهي تدا زول مباحثي فروعي تدا يعني فقهي تدا طبعا هو مباحث أنا يعني مهمة زور مهمة يعني بشكل علمي أما نارن بشكل يعني بلان بشكل لا تفسيري وكو
تێگەیشتن لە مرادی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى اختصاصی زانایەکەی زۆر تەسیری کردێ لەسەر تەفسیر لەسەر تەفسیرەکەی بالضبط يعني كابرا حتى نايبني تفسير وزبي لغوي وبلاغيه الا دستو لا او لا بالضبط لو خوي لبروي محدثه لبروي بخوي تاريخي ابن كثير الا دستو سر تاريخ بالضبط حتى مباحث تاريخي باز كده التفسير بالضبط داخل بدايه يعني. نهايه بله. وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي وكل ذلك من البيان المتعلق بالسنة وليس من بيان القرآن. فأوجد بان عمي عندي بقى تفسيرين أرجعك حزدك أنا دوستين لبنجي وإن شاء الله لما زي سيدابة مباحث كانت كتراودكين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.